السلام عليكم البنات الغزالات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ رمضان كريم، دخل علينا بالصحه والسلامه ورزقنا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب لكم بغرير بطريقه ناجحه في 100%. واخا ما تكونيش كتعرفي البغرير، هاد الطريقه غادي تولي تعرفي ليه مزيان، وغادي يجيك ساهل، طريقه سهله ما فيش بزاف التعقيدات. تابعوا معايا المقادير. عندي هنايا 2 كيسان ديال السميده رقيقه، وندير 4 الكيسان ديال الطحين. عندي خماره وحده وجوج معالق كبار ديال خميره ديال الدار، 2 معالق كبار ديال سنيده، ومعلقه كبيره ديال الملحه. وعندي اطرو ديال الماء دافي، ما يكونش سخون، الماء يكون دافي. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. ندوزو للطريقه. غادي نديرو 2 معالق كبار ديال الخميره، غندير في سنيده، وغادي نضيف الملحه. غادي نضيف كاس كبير ديال الماء. غادي نخلط هادشي العناصر مزيان. حتى تنحس بان داب ليا الخميره والسنيده والملحه تجانسو مزيان. كنضيف السميده رقيقه وكنخلط. كنزيد الدقيق، 4 الكيسان الدقيق، نفس الكيسان اللي كنعبر، نفس ديال السميده ونفس ديال الطحين، نفس القياس ديال الكيسان صافي. وكنضيف خماره حمراء، وغادي نضيف اطرو ديال الماء اللي غادي نحتاج في هذا القياس ديال الماء اطرو. كنخلط وانا كنزيد في الماء. كنخلط مزيان وغادي نديرو في الطراب باش الكهربائي باش يطحن ليا داكشي مزيان ويتجانس ليا مزيان. غادي نخوي الخليط في الطراب. هاد الطريقه ديال البغرير قلت لكم غادي ينجح لكم 100%. واخا ما تكونيش كتعرفي اول مره غادي تصاوبي البغرير بهاد الطريقه، غادي يولي يخرج لك مثقب. صافي غادي نطحنو هنا، غيخرج لكم مثقب. غطحنيه مزيان. حاجه اخرى، خاص تكون المقله اللي غادي ديري بها المقله خاصها تكون ما كتلصقش. من بعد ما طحنا كنحطها هكا وكنخليها حتى تخمر ليا. غادي نغطيها بالسلوفان ونخليها حتى تخمر، تطلع ليا الخميره حتى تنفخ. انا نوريكم كيف غادي يكون. غادي ندير ليها السلوفان ونغطيها ونخليها حتى تخمر ليا صافي. ومن بعد غادي نجيب المقله الخاصه ديال البغرير اللي ما كتلصقش. صافي غادي نغطيها بمنديل وغادي نخليها حتى تخمر ليا ونرجع لكم. هانتوما البنات من بعد ما خمرات ليا كتكون بحال هذا الشكل، حتى تتنفخ بحال هكا ودير هذوك الفقاعات بحال هذا الشكل. صافي راه عندي، صافي راه البغرير راه وجد لينا باش غادي نطيبوه مباشر. غير تشوفوه بحال هكا صافي غادي نبداو نطيبوا فيه. المقله كيف ما قلت لكم انها تكون خاصه ديال البغرير، ما كتلصقش، وغادي ننجح لكم 100% البغرير. صافي انا المقله راه شعلها،
سخنات ليا خلات سخن واحد شويه صافي، وغادي نبدا ندير بالمغرفه ونقادها بحال هكا ونخليها طيب. انا راه ما قطعتش هنايا باش تشوفوها. النار تتكون متوسطه، تنديروا على العافيه المتوسطه، وغادي تشوفوا تبارك الله ما شاء الله كتقب كامله. اللهم بارك. هاد الطريقه كيما قلت لكم كيف ما غادي ديروها، الا ما كانت المقله كتلصق راه ما غاديش تنجح لكم البغرير. انا كيف ما قلت لكم البغرير يكون خاص، المقله خاصه بالبغرير. شو تبارك الله ما شاء الله كتقب البغرير كامله. عشان راه ما قطعتش ما حبستش باش تشوفوا كيفاش كطيب. وكيف ما قلت لكم راه البغرير ناجح 100%. الماء دائما ديروا الماء دافي، واخا دابا شويه سخن الحال ولكن ديروا دافي شويه باش تخمر لكم. انا نقرب لكم شوفوا تبارك الله هاكو كيتقب لينا البغرير كامل. الا كانت عندكم مقله صغيره ممكن ديروها، انا عندي هذه المقله الكبيره. الا كانت عندكم مقله صغيره حتى هي نفس الطريقه راه غدير لكم، غادي ينجح لكم البغرير، غير ما يكونش انه كتلصق، غادي يجيكم مزيان. صافي كنحرك هكا الجناب شو راه ما كتلصقش، كنعرفه انها راه صافي طابت ليا من الفوق. كتجي تبارك الله كامله متقبه. تبعوا غير الطريقه اللي قلت لكم، وكتجي شويه محمره من تحت. تبعوا غير الطريقه اللي قلت لكم صافي راه غادي يجيكم بغرير. شوف تبارك الله ما شاء الله غادي يجيكم بغرير متقب ورائع، غادي يعجبكم هاد الطريقه. صافي غادي نكمل انا بحال هكا حتى نكمل البغرير كامل. غادي نعاود معكم وحده اخرى. كندير 2 مغارف حيت انا عندي المقله هنا شويه كبيره. صافي وكنسرحها بحال هكا، نقادها على المقله وصافي وكنخليها حتى طيب. كما قلت لكم المقله ما خاصهاش تكون تتلصق، راه غادي تنجح لكم. والطريقه اللي وريتكم تبعوها راه غادي ينجح لكم بغرير في 100%. صافي غادي نكمل انا بحال هكا حتى نكمل البغرير ونرجع لكم. تبارك الله كيخرج ليا البغرير تبارك الله كامل ما شاء الله كامل خرج هكا متقب، حتى وحده ما خسرات. وهاد الطريقه راه غادي سهله، نتمنى تعجبكم وبصحه وراحه وشكرا لكم.